السلام عليكم الناس الكل. معكم مروان ماك، كوميديان. برشا ناس تعرفني وبرشا ناس ما تعرفنيش. كنت نخدم سابقا مع خالد بوغاتفا وكلاي بي بي جي في البرودكسيون. حاسيلو خلاصة الموضوع، انا تو في الكهرباء متاع خالد مروحين بها للدار، على خاطر خالد في الجرجاني توا بايت لمدة نهارين. مانيش باش نحكي في تفاصيل الحكايه، ومانيش باش نحكي شكون ظالم وشكون اللي مظلوم، على خاطر الحكايه هذيك انا خليناها عند القضاء. باش نحكي راب، فهمتني، بالنسبه لجمهور الراب والناس اللي تسمع راب، وبالنسبه للناس اللي تسمع في كلاي بي بي جي واللي تفهم راب وسامعه موزيكا. فهمتني، راهو عار بالنسبه للراب وبالنسبه للعباد اللي تحكي جونغستير كي تصير بيناتها مشاكل تمشي تشكي للحاكم. فهمتني، راهي عار. وانسان اللي يسب في الحاكم حياته الكل وحياته كل ضد الحاكم ما يمشيش يشكي للحاكم ويقول لهم على خاطر سب لي امي. فهمتني، على خاطر كلاي بي بي سي معناتها سب ام كافون وسب ام حمزاوي وسب امات الناس الكل، وتظهر لي طلعوا ارجل منه، معناتها ما مشيوش يشكيوا للحاكم. فهمتني، بالله الميساج هذا نحبوا يوصل بالكدا للجماعة اللي ماشي في بالها فما راب في تونس. بالنسبة لنهار اليوم خالد بوغاتفا في الجرجاني، معناتها الراب التونسي باي باي، خاطر رابيركم المفضل واكبر واحد هكا قوي برشا ويسب في الحاكم مشى يشكي بالحاكم ودخل اخوه للحبس. فهمتني، واكثر انسان يحكي على الفلوس واللي هو مع الزوالي وضد الفلوس، نهار اللي جات في يده الفلوس والسيد اللي جاب له الفلوس دخلوا للحبس، وقفوا في الحبس ومرمدوا. فهمتني، معناتها كجمهور الراب بالله وجماعة الكومنتاريات وتوا هذا الراب بك العباد اللي باش تبدا تنقز وكل شيء، حبكم تفهموا اللي رابيركم المفضل طلع مهما باش تكون الحكايه ما نمشيوش نشكيو للحاكم، رانا نحن فضاء وحدنا ولاد حوم. وخالد بوغاتفا راه باش يعدي نهارين جرجاني ولا شهر ولا اللي هو ولاد ربط صاحبي، راهو ما يقلقناش وحاله عاديه على الاخر معناتها، وللرجال تعرف وصالي في غيلو صاف. فهمتني، راهو معناها انت في بالك هكا عملت حاجه قويه برشا دخلت خالد الحبس، بالعكس هذا يا صاحبي راك طلعت عفات على الاخر، وراي هذه نهايتك مش بدايه النهايه، هذه راي النهايه نتاعك صاحبي. صباح الخير كلاي بي بي جي، اللي انا واحد من الناس تغريت كيما برشا توا مازالوا متغرين. فهمتني، عرفتك عام 2011 في قفصه وسهل ربي وتقابلنا مع بعضنا وخدمنا مع خالد وعملنا مع بعضنا تورنيك. كان ماشي في بالي اللي انت راجل، كان ماشي في بالي اللي تدافع على حريه التعبير واسيه بي وديما مع اولاد الشعب وديما ولد حومه على خاطرني ولد قفصه. هذاك علاش وقفت معاك وهذاك علاش كنت موجود معاك، خاطر في بالي قضيه ندافعوا عليها مع بعضنا. لكن صاحبي طلعت بصاص ومشيت صبيت للحاكم صاحبي، واللي يسب للحاكم باي باي، ماناش هكا صاحبي، نحن جمله. وخالد خويا ربي يخلص وحلك وراك معلم وتبقى معلم، وهو باش يتفرج في الفيديو هذا يعرف وانا نعرف وحاضر. فهمتني، اللي السيد هذاك برشا صاحبي خير معناتها من كتفه هو. فهمتني، خاطرك جيت للاستوديو صاحبي ما عندك حتى فرنك، ونخلصوا عليك في الفريكاسي ونخلصوا عليك في حق التاكسي. فهمتني، نخلصوا عليك في حق التاكسي ونخلصوا عليك في الفريكاسي، تجي صاحبي التبديله نتاعك تصور بها 6 كليبات. فهمت، يعني فيس تصور بها 6 كليبات، وقفنا معاك وكي وصلت صاحبي للعالميه وبديت باش تكبر كي الكلب عضيت اليد اللي تمدت لك. خالد ربي يخلص وحدك، وبالله الفيديو هذه بارتاج على الاخر، على خاطر عار للراب التونسي اللي صار اليوم، وعار للرجله، وعار للناس اللي ماشي في بالها فما معناتها الناس اللي فما في بالهم راجل يدافع عليهم وحريه تعبير وفي بالهم اسيا بي. صباح الخير والسلام عليكم.